ازيك يا هندسه؟ حبيبي عامل اخبارك ايه؟ ايه؟ الحمد لله والله. ايه اهم 3 مواقع تواصل اجتماعي في مصر لاصحاب البيزنس؟ فيسبوك. تيك توك طبعا رقم اتنين خلاص. فيسبوك دلوقتي بقى 55 مليون بيستخدموه في مصر، يعني 60% رجاله و40% نساء. عندك تاني حاجه تيك توك زي ما قلت لك 41.4 في المية، يعني بتتكلم في 41 مليون و500 الف مصري بيستخدموا التيك توك بشكل دوري يعني. تالت حاجة طبعا انستجرام بيستخدمه المصريين بنسبة 20 20 مليون مصري بيستخدموا الانستجرام. فدول أكتر 3 مواقع بنصح أي صاحب بيزنس إن هو يهتم بيهم يعني. طب بما ان التيك توك انا شايف ان هو فايرال، يعني ايه الجديد بقى في اعلانات التيك توك؟ وهل فعلا هو ارخص وهو بالفيسبوك؟ هو أرخص وأجمد بكتير، بس نسبة المبيعات فيه أقل من الفيسبوك. الشريحة اللي بتشتري نقفل بقى البلاي ستيشن وخدنا معاك يعني. بص يا سيدي، ال- التيك توك ضاف اخيرا زر المسج اللي هو واتساب وماسنجر، ودي ما كانتش موجوده. ده كان عشان تعملها في التيك توك او في سناب شات بتعمل لاند بيج وبتحول من الواتساب، يعني بيبقى في موقع بعد كده بتخش على الواتساب او الماسنجر او ايا كان الموقع. لا هو دلوقتي خليها لك ايه، دايركت، انك انت ممكن تخش على الماسنجر او الواتساب. ده الجديد في التيك توك. طيب التيك توك هو يعني مش حاجات ارخص، هو الانتشار بتاعه سريع جدا، هو فيروسي جدا، بيحقق نتيجه كويسه قوي بصراحه يعني. من الناحيه الثانيه النسبه، يعني احنا لما جينا نعمل حملات اعلانيه الفتره الاخيره نسبه البيع بتبقى اكتر فين؟ بتبقى اكتر في الفيسبوك. اغلب الناس اللي فاتحه فيسبوك بتشتري، اغلب الناس اللي فاتحه تيك توك بتتفرج على فيديوهات عاديه يعني. بس ده ما يديهاش المانع انها بتبيع في مناطق تانية يعني. بس كده. طب هو انا ازاي اجيب مبيعات باقل تكلفه ممكنه طيب؟ هو بص، الفكره مش في حكايه ان هي اقل تكلفه ممكنه. الحل انك انت بتعمل بلان ماركتنج عشان تقدر توصل او تختار الميديا باير اللي انت هتشتغل سبونسر معاه. لازم يكون فاهم تسويق صح عشان يقدر يجيب لك نتيجه كويسه باقل تكلفه. انما ما انصحش حد ان هو يقل عن 500 جنيه في اليوم ايا كانت المنصه داخل مصر. لو خارج مصر في اي دوله مثلا زي السعوديه او الخليج، كل دوله ليها شريحه وكل دوله ليها سعر معين، وده عشان حاجه اسمها المزاد يا جماعه. انا لما بصرف 100 جنيه في مصر فهي بقيمه مصر 100 جنيه. لما اروح في السعوديه مش هصرف 100 جنيه، هصرف 100 ريال عشان احقق نفس النتيجه، لان الناس اللي بتصرف هناك بتصرف في الريال مش بتصرف في الجنيه. دي الفكره بس. طب انا ازاي اعرف ان الميديا باير ده ناجح؟ لازم يبقى فاهم تسويق صح. لازم البوزيشن بتاعه ماركتنج مانجر ده، وعنده ان هو مختص في الميديا باينج، ده حاجه ثانيه. لازم يبقى فاهم كونتنت، ازاي الكونتنت بيتكتب، الاتنشن بتاع الكونتنت ازاي بيتكتب عشان يقدر يحقق الهوك اللي هو اول 3 ثواني يعني. طب ايه اكتر غلطه ممكن يقع فيها الناس في التسويق؟ الربح السريع، ان انا عايز اعمل اعلان النهارده ينجح بكره، وده حاجه مستحيله جدا يعني. ليه؟ لان احنا في الاعلانات بيقول لك في مرحله تعلم عشان الخوارزميات تعرف ان المنتج رايح لمين، بتاخد من 3 ل 5 ايام. 5 ايام ده غالبا جوجل ادز بتاخده 3 ايام. من 3 ل 5 ايام في الفتره دي انت عندك تيك توك، سناب شات، عندك ميتا، بياخدوا الفتره دي كلها مرحله تعلم عشان يوصلوا للعميل المختص بتاعك. مفيش يا جماعه حاجه اسمها ان انا بشوف استهدافي في خلال ساعه او ساعتين، لان انا جالي عميل من فتره قريبه بس يا رب يزعل مني، قال لي يا هندسه انا عايز اشوف الاستهداف صح ولا لا في اول ساعه. فيا جماعه مفيش حاجه اسمها كده، الله يبارك لكم. و بس يعني مفيش حاجه اسمها كده. طب ازاي ابدا البيزنس الخاص بيا بقى؟ طبعا الموضوع بقى اسهل، مش محتاج. كان زمان محتاج محل والمحل تعرض بضاعتك، لا انت دلوقتي محتاج موبايل عادي جدا، محتاج تعمل اكونت تيك توك، فيسبوك، انستجرام، تظبط ديزايناتك وتنزل او تعمل ريل زي دي وتشتغل عليها. الموضوع اسهل بكتير يعني. شكرا يا هندسه. حبيبي.